هاي، ازيكم؟ انا رندا. هنعمل مع بعض النهارده حاجه غريبه شويه، مش كالعاده، مش وصفه، بس هنقطع مع بعض البطيخه بحبه دلع كده ليها. البطيخه اهي جايبينها من كاسكو. عشان تجيب البطيخه وتكون حمراء لازم تكون الجزء الابيض ده اصفر كده. البطيخه حلوه جدا. آه هنيجي هنا اول حاجه هنشيل دي ونحاول نقشطها علشان نعمل لها جزء نسند فيه. طبعا ايه، اهو شلناه كده عشان نقدر. بصوا كده قعدت وايه كده، بقت كويسه جدا. هنيجي هنا هنقطعها ونعملها زي السبت جزء كده، ونيجي هنا نخلي بالنا عشان ما نجيش للاخر ونقطع الجزء اللي احنا هنخليه زي ايد السبت كده اهو. بنزل كده نصها خلص. ممكن تعمليها عربية بيبي هي كده، وتطلعي بقى كل القلب وتسيبيها كده وتحطي ايه شوية فواكه من جوه كأنها عربية بيبي. بس انا النهاردة عايزاها سبت، فهنعمل سبت. هعملها لكم في مرة تاني عربية البيبي للناس اللي عندها بيبي وعندها مناسبة للبيبي. طبعا نخلي بالنا، واهم حاجة ان تكون السكينة حامية كده. اهو، وادي الربع التاني كده نخليها على جنب. شايفين لونها احمر، بس هي في الكاميرا مبيضة شوية، بس بأمانة هي لونها احمر. هنيجي هنا دي معلش نجيب سكينة بقى صغيرة ونطلع القلب ده كده. شايفين ما هدرناش حاجة. وهنجيب طبعا هنا طبق نطلع فيه كل اللي احنا بنحاول نطلعه. هنيجي بقى هنا ايه نفضي القلب ده، بس هنفضيه بمعلقة ايس كريم او معلقة نطلعها كأنها كور. استنى هجيبها. طيب دي الطبق بصوا انا جايبه دي، وهنطلع كده اللي هيطلع مني. بعد كده انا هعمله عصير، يعني هعمله عصير، مش هرمي حاجه، احنا ما بنرميش حاجه. شايفه الزياده ده هاخده كده على جنب عشان اعمله عصير جنب الشكل. هعملها كلها بالمنظر ده كده. دي لو عندك مناسبة او حفلة او عزومة وعايزة منظر كده جمالي هيبقى حلو جدا. وهوريكم برضو عصير البطيخ انا هعمله ازاي. هعمله وعايزة تحطي له عسل نحل حطي له، وممكن كمان تضربيه وتحطيه في القوالب بتاعة الايس كريم ويبقى ايس كريم بطيخ. هخلص كل الكمية بالمنظر ده وارجع لكم. زي ما انتم شايفين عملت كمية حلوة جدا. دلوقتي بقى انا بفضي، انا ممكن اطلع منها كور تاني، بس انا عايزة بقى ايه نعمل حبة عصير بعد كده، يعني حوالي 4 كوبايات كده. زي ما انتم شايفين انا ما بهدرش اي حاجة من البطيخة. كلنا بنقعد ممكن ناكل نص البطيخة، فنصها هيتشال والنص ده
هو بس اللي هيتاكل. طبعا لو عندك فواكه تانية هيبقى جميل جدا ان انت تقطعيها بنفس الطريقه الدواير. لو ما عندكيش زي فحلو قوي البطيخ. هنزله هنا في الخلاط كده. طبعا الطبق اللي انا بحفره ده او الجزء ده انا مش هرميه، هقطع فيه بكره نفس الحاجه وهحطه. بالشكل ده كده. البطيخ طلع، والصيف بقى كل الاماكن البطيخ متاح، اي نوع بطيخ اهي كده. هيعملوا لي كوبايه، كام كوبايه حلوين. هنيجي ننضف بقى هنا واوريكم بعد كده هعمل ايه. بس ننضفها ونرجع عشان الفيديو كده هيبقى طويل قوي مني. زي ما انتم شايفين اهي. وطبعا مسحتها ونشفت قلبها كويس قوي بمنديل من مناديل المطبخ اهو. بصوا نشفتها كويس. هاجي بقى هنا بقى العب شويه تزيينات على قد ما اقدر ان انا اظبطها، لان مش طبعا انا مش حرفيه ان انا اعمل حاجه بالظبط. هحاول بس ان انا اظبط فيها كده. هنعملها زي ايه، نص دواير نص دواير كده بقدر ما امكن. يعني ايه لو ما قدرتش فهتلاقوني كسرتها، اعذروني. اول مره في حياتي اعملها بس جات لي الفكره قلت اعملها قدامكم وبالمره اعمل فيديو بيها كده. نوعا ما نجحت شويه. هنكمل الجزء ده كده. انا بعمل زي نص دايره، باخد وبنزل بصوا كده لتحت كده زي المثلث، فبرجع تاني اخد نفسها من هنا كده وارجع بيها. دي نزلت قوي بصوا بتطلع معايا كده اهي. انا خايفه امسكها تتكسر، فبصوا هي انا هعملها كده. طيب ارسمها لكم كانها قلم. بصوا كده اهي كده ماشي. وهاخد الناحيه التانية كده فاهي كده اهي. هتبقى كانها نص دايره. طبعا بالسكينه مش هتطلع الفراويد دي اللي هي بتطلعها في الجلده اهو. هعمل دي وهعمل الجزء ده وارجع لكم عشان بس الفيديو هيبقى طويل جدا. طيب زي ما انتم شايفين بصوا هعمل هنا كمان. هعملها يعني ايه، بحاول بقدر الامكان برضو هعملها نفس النظام. هجيبها هنا كده بالراحه شايفين كده. هكملها كلها وارجع لكم. شايفين شكلها دي صعبه جدا على فكره. الحته الجزء ده بيبقى طري وكمان بيبقى شابك على حته صغيره، فنحاول نخلي بالنا في الجزء الايد. هكملها بقى كده. خلصتها كده الصندوق او العلبه خلصتها. هعوز هنا هاخد من الربع البطيخه دي جزء من الجلده علشان اعمل منها وردتين وفرعين من الشجر. فهاخد جزء من هنا كده اهو. فهطلع اللبه دي بتاعتها. هنا دي انا عندي قطاعه كانت في لعبه وهعوزها ان انا اقطع بيها كده. هضغط على الجلد على انا عارفه ان هي بتبقى صعبه بس نحاول نظبطها. هاخد منها 2 كده شايفين كده. وهنطلعها طبعا هسلكها بالسكينه. ناخد واحده كمان كده.
هطلعها بقى اسلكها بسكينه. انا هسلكها بسكينه كده كده، شايفين؟ طبعا انت مش هتعملي كل يوم البطيخ كده، بس ده لو انت عندك حفلة او مناسبة، حاجة جديدة شكلها حلو كده يعني. شايفين شكلها حلو جدا. عشان اثبتها هنا هعمل واحد، هعمل بقى التانيين بقى وارجع لكم. هنا جبت جزء من البطيخ اهو، هعملها بقى ورقة شجرة. طبعا كلنا عارفين بنعمل ازاي ورقة الشجرة. بس كده كده شايفين ورق الشجرة اهو. هعمل واحدة تاني كده. اهم حاجة ان انتي تعملي، تقدري تطلعي الورقة صح اهي. طبعا هنرفع هنا كده الجلدة بتاعتها. وهنا بقى ايه، ممكن نعمل نخططها، بس طبعا خلي بالك من ايدك كده. اهو هعمل التانية دي وخلاص كده. وهوريكم التاتش الاخير هيبقى شكلها ازاي. طب هوريكم الزبالة دي اللي طلعت من البطيخة، ودي البطيخة اهي، ودي الربع، وادي كمان القلب. ده طبعا هيتحط في التلاجة دلوقتي. وطبعا الطبق الكور اهو. هنضف بس هنا وارجع لكم اوريكم، والشفشق اللي انا هعمله دلوقتي عصير. طيب احنا كده هنا هنقفلها. هنجيب الوردة اللي احنا قطعناها، ودي خلة السنان، وهنجيب بلو بيري او عنب او اي حاجة عندك بس نكسر بيها اللون. هندوز كده بس ندخلها بالشكل ده ماشي. وهنيجي نثبتها هنا كده. هنجيب برضو واحدة تانية بلو بيري او عنب ازرق غامق بني يعني، او عنب يعني غامق بس نكسر فيه، او عنب احمر اهو. هنحطها هنا كده وهنثبت. اخر واحدة برضو هنعملها نفس النظام. طبعا براحتنا جدا ان احنا نثبت، وممكن ما مش لازم اللي انت اللي عايزاه. ف كده هنجيب بقى دي هندخلها هنا الظهر ماشي كده اهي. وهندخلها هنا كده علشان نعملها ورقة، ونفس النظام في الاتنين التانيين. هنيجي بقى هنا ننزل بقى البطيخ الكور. طبعا لو عندك عنب اخضر، عندك اي حاجة حطيها معاها بالشكل ده اهو. هنكمل الباقي كده. هنروح نحط كام حبة. ممكن العنب بقى هيكسر بس اللون الاحمر شوية. وخلاص كده خلصنا. هنلم بقى الدنيا هنا عندنا، ندخل في التلاجة وارجع لكم. وبكده اكون خلاص خلصت. هحط بس كام واحدة علشان ياكلوا بيها بالشكل ده كده. دي خلاص بالظبط كده يعني. شكلها اظن حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم. هي مش متعبة، هي لذيذة شوية. ممكن تقعدي بقى ما توقفيش زيي وتعمليها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولي لي رايكم في البطيخ.
وشكرا ليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه للناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه، لايك وشير وتعليق حلو زيكم، واستنوني في حاجه جديده مع رندا باشا. باي.